السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ بما ان احنا في توقف دولي وفي يعني فاهم مش لاقيين حاجة نعملها، فانا بنشوف اي بني ادم بينكش بيعمل اي حاجة نطلع نتكلم عليه، عشان ايه؟ الدنيا هتبوظ واحنا بنتنفس كورة. فيعني في اخبار حلوة وفي اخبار وحشة، وبما ان فعلا في ناس كده بترمي كلام وبتحاول على قد ما تقدر تشوف رد فعل الجمهور ورد فعلنا عامة. فحوار اللي علي معلول ممكن يتجدد له سنة او ممكن ما يتجددش ويمشي اخر السنة دي، انت فاهم النقطة؟ فنقطة زي دي يعني فاهم بتحس اللي هي فيها تأثر شوية كمشاعر، وانت كده كده عارف. لكن في خبر برضه انا مفرحني عايز اقول عليه، كورتوا يا جماعة مش هيلعب لغاية اخر الموسم. مبسوط جدا. هتقول لي ايه ده عشان انت برشلونة؟ لا انا مدريدي، برشلونة كله فرحان، للمصريين والعرب بس، ما اعتقدش اللي بتوع جمهور اسباني يعني نايمين في البلالة يعني. فيعني هلا مدريد يا عم والله يبارك لك، ونحب يا عم الاخبار الحلوه دي دايما. وانتوا عارفين ليه كورتوا كان بيدعم مين، وانتوا فاهمين احنا القناه بتدعم ايه، بس انت فاهم الدنيا بايظه شويه، فاحنا عايزين صوتنا يوصل عشان الناس المهزأة دي نعرف نديها على دماغها. طب انت هتعيش حد يعرفك والله يعني. اشهرونا بقى يا جدعان بقى، عايزين نعلى. يلا نخش بقى يا جماعه في نقطه بقى اللي انت ايه، حوار علي معلول. وحوار برضو كده بسيط من شريف اكرامي قاله كده هنسيبه على جنب يعني، فبس نبدا بحوار علي معلول. حوار علي معلول اللي انت بيقول لك اللي هو المفروض اللي هو يعني هيسيب النادي الاهلي، والاداره بتحدد وبترمي لك كلام في السوشيال ميديا عشان تشوف ردة فعلك. طب انت هتعمل ايه لو هنسيب علي معلول وبتاع؟ هو عامه انا شايف اللي هو لو يعني انت فاهم هتجدد تكريميا هو سنه. هتقول يا راجل تهون عليك العشره اللي انت انا اصلا من اكثر الناس اللي بتحب علي معلول، وبما ان يعني اللي انا رايح اصلا ماتش بتاع تونس وكرواتيا ان شاء الله، يا رب احجز كده يا رب، وايه اللهم صل على النبي نتفرج عليه عشان نتفرج على مودريتش ونتفرج على علي معلول. انت تخيل يا معلم، انت تخيل، انت فاهم النقطه؟ لكن انت المشكله اللي انت المركز ده ذات نفسه انت هو عايز مجهود كبير، وعلي معلول خلاص هو داخل في 35. فانت فاهم النقطه ماشيه ازاي؟ النقطه برضو اللي انت بتتكلم فيها اللي انت لازم تاخد بالك من المركز ده. المركز ده كان فيه اساطير وهو من ضمن الاساطير، وانت عارف اللي هو يعتبر خلاص ده اسطوره خالده معاك في النادي، وما اعتقدش اللي في حد هينسى حاجه اللي هو علي معلول. علي معلول ده ايقونه من النادي الاهلي، انت فاهم النقطه؟ زي جيربرتو وسيد معوض وانت فاهم يا معلم، انت فاهم يا معلم، والدنيا ماشيه ازاي. لكن انت المشكله اللي ده لازم انت على الاقل تشوف انت حد من المركز ده. انا مش شايف اللي في حد يبقى بالثقه يعني في الدوري فاهمني يبقى يحمل في المركز ده. حتى فاهم كريم الدبيس انا كان نفسي ياخد فرص اكتر من كده عشان ياخد الخبره ويعتمد عليه كاساسي. بس انت المشكله للاهلي ما عندوش وقت اللي هو يدي فرص للشباب. ولو تاخد بالك اللي ما فيش شباب بتصعد مره واحده من النادي الاهلي. اخر نبذه كانت من شاب وطلع على طول هو رمضان صبحي، وما اعتقدش اللي كان في حد تاني. يعني في لاعب اسمه كان زياد اشرف ولا مش عارف اسمه زياد اشرف بيلعب فاهم في نادي زد، اتمنى ان انا قلت اسمه صح. اللاعب ده كان موهوب وجامد، كان طالع مع سواريش، وكان فتره بقى اللي خلاص الدوري كان بقى محسوب للزمالك وكده كده فاهم الدنيا خربانه كان في وقتها. فانت شفت مغربي وكذا لعيبه دي كان المفروض تعتمد عليها، انت فاهم النقطه؟ بس انت المشكله اللي الاهلي ما عندوش وقت وبيحاول ياخد بطولات، ما عندوش الوقت اللي هو يجرب. ودي يعني يعتبر هي ميزه وعيب، اللي انت هتعتمد على ناس كبيره وهتتسوح في المركز ده لما حد يمشي منه، انت فاهم النقطه؟ لكن انت عامه علي معلول هو اسطوره كبيره اكيد طبعا، انا ما اتمناش اللي هو يمشي اصلا. بس انت المركز ده انا مش عايز يجي عليا الفتره اللي انا اقول ايه او مش شاتم علي معلول بعد اللي هو عمله ده. عامل انجازات يا جدع، ده جايب اجوان، هو جايب اجوان اصلا اكتر من لعيبه اجنحه في نادي اساطير، وانت عارف مين يا معلم، وبيقولوا عليه اسطوره. فانت رايح دماغك، انت بص الدنيا ماشيه ازاي، فانت رايح دماغك. حوار بقى كورتوا، وننقل كده من حوار علي معلول احنا ابتدينا بيه، حوار بقى كورتوا يا عم الناس. كورتوا اتصاب لحد اخر الموسم، عنده قطع في الغضروف
واتمنى رجليه تتقطع يعني. فبتقول لي ايه ده يا اخي انت شمتان فيه؟ للاسف الناس اللي زي دي تشمت فيهم يا معلم، وعادي عشان الناس دي بتبعد عن الحق وما عندهاش نظرة اللي هي تقول الحق. فانت ما عنديش الحق اللي انا اقول لك ايه ربنا يشفيك، لا ربنا ياخدك يا عم وياخد اللي من امثالك. ومش هنكتر اكتر من كده عشان عايز الفيديو ينزل بصراحه. فانا هنخش بقى على حوار شريف اكرامي. شريف اكرامي اللي هو بيحاول يعني يتفلسف لك ويحاول يبين لك، كان طالع مع هاني حتحوت بيحاول يتفلسف لك شويه في حوار بيراميدز، وانت ازاي مشيت من الاهلي وعملت ايه وايه اللي سوى وايه اللي دار يا عم الناس، ايه اللي دار يا عم الناس. هو بما اني انا اجيب لك الملخص اللي هو بيحاول لك، اللي هو يقول لك على مشروع لبيراميدز اللي هو مشروع مش فاشل. لا يا صاحبي ده فاشل. فاشل اللي انت لما انت تقارنه بفريق بحرس الحدود او بسيراميكا كليوباترا، لا دول انجح منك، على الاقل واخد كاس الرابطه السنه اللي فاتت يا معلم. وكان المفروض كان هيكسبك فاهمني في كاس السوبر، بس انت السوبر الجديد يعني وكده. فانت على فكره انت مش عامل انجاز. بتقول لك انت كان بيقول لك نقطه اللي هو يستمر. الاستمراريه دي في الكوره ايوه ماشي، تستمر في طريقه لعبك لحد امتى يا ريس؟ انت كويس ان انت ما عندكش جمهور، كانوا فلقوك. انت معاك فلوس. الاستمراريه دي الواحد بيبتدي بامكانيات هو بيحاول على قد ما يقدر، لكن انت ايه المانع اللي انت ما يخلكش اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز هي ما تاخدش ولا بطوله حتى؟ نحس ما اعتقدش. ممكن يكون النحس معاك شويه والحظ بيبقى معاك شويه. انت كويس ان انت بتوصل نهائي اصلا. انت الزمالك كان بيكسبك اهو الكاس ده اللي احنا لسه كاسبينه. الزمالك كان هو اللي معديك. عداك ازاي؟ ببالي لعيبه لا ولعبوا بالروح وكانوا بيلعبوا رجاله، بس انت عشان انت عارف ان اللعيبه اللي موجوده عندك بتلعب عشان الفلوس. وانت ذات نفسك انت فاهم اللي انت النادي معمول عشان النادي الاهلي. انت هات لي انت كده لاعب اتاخد كده من الزمالك راح كده عملت بوم في بيراميدز. مفيش يا معلم. اللي اتعمل رمضان صبحي، عبد الله السعيد في وقتها اول ما مشي، مين تاني يا ربي؟ لا في كذا لعيبه كتير. انت فاهم النقطه؟ يا عم انا ببقى مبسوط لما في لعيبه كواليتي بتاعتها عليت شويه، ولما كانت بتروح المنتخب بتلعب باداء كويس. بس بعد كده ايه يا معلم؟ انت بتسمع حاجه عن اللعيبه دي؟ انت بتسمع عنها بالتصريحاتها بقى. رمضان صبحي هو فين؟ بيلعب فين؟ اكتر لاعب اللي كنت متفائل بيه ابراهيم عادل. فين هو؟ اللاعب اللي انا متفائل بيه واتمنى ان هو يمشي، فين هو؟ ايه الدنيا معاه؟ ما تفهمش. انت ما تفهمش هو عايز ايه، او عايز يكابر في حوار اللي هو ده نادي مش فاشل. لا يا معلم ده فاشل. انت المكسب ليك انت عشان انت عملت مصالح وحلاوه يعني فاهم، فلوس، وانت راجل محترم وانا بحترمك. ويعتبر ما ننساش اللي انت كنت كويس في النادي الاهلي، انت فاهم النقطه. لكن النقطه دي كانت مستفزه بصراحه مع كل احترامي ليه، بس هي لازم نقول الحق. هو انت يا معلم لا ده نادي فاشل، انت مالكش دعوه بفشل. ده مش فشل منك انت، ده فشل منهم هم، اللي هم ما بيضغطوش على اللعيبه اللي هم يعملوا حاجه لنادي مصر. ده نادي استثماري، فانت رايح دماغك يا معلم والدنيا ماشيه. يلا بس انا كده قلت كلمتين، واتمنى يعني نلاقي اي حاجه بقى نقولها بكره، عشان ايه؟ توقف دولي ده رخم والواحد بيزهق منه، وهنستنى نشوف هنعمل ايه. وهنتكلم ممكن بكره على عصابه حسين الشحات وخالد الغندور اللي هو فيه حته استعباط كده، هنتكلم فيه واظبط كده. يلا سلام.